أمل البنات، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نهاركم دقلة وحليب. إن شاء الله تكونوا في أحسن حال. ما تنسوش الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كالعادة جيتكم بدبارة جديدة، بروتين جديد، إن شاء الله يعجبكم. واشتركوا في قناتي وشجعوني اللي ما اشتركش الكل، وشجعوني واعملوا لايك وكومنتات حلوة كيفكم، كثروا لي منها، الله يبارك لكم، كثروا لي من لايك. ربي يفرحكم ويعطيكم ما تتمنوا يا ربي. جيتكم بدبارة جديدة. البارح عملت شوربة شعير وعملت جلبانة، وأخيرا جتني الجلبانة طيبتها. قلت على الأقل نهارات عملت ماكلة بالمغرفة وكل النهارات اللي فاتوا، قلت بارح عيا نعمل مرقة. جاب لي راجلي الجلبانة وحضرتها وقديتها. الحقيقة عطيتها للصغار، قلت لهم يحببوها ويرقلوها لي، قلت خليني بعد نطيبها. كما تشوفوا دخلت الكوجينة بكر شوية، ماذا بيا نطيب على بكري ونرتاح، ما نبقاش كل يوم يغلبني الوقت ونولي نزرب. فهمتوا؟ هذيك الجلبانة غسلتها وحطيتها، نقليها شوية ني. فهمتوا؟ طريف ماء ديما كي نقولكم نقلي، راني نعمل شوية ماء مع الزيت، ما نخليش زيت صافي. شوية بصل والجلبانة وطريف زيت، وعملت طماطم وهروس وخليتهم يتقلوا شوية، ومن بعد مرقتها بمي سخون. سخنت الماء البنات، راهو مش مي بارد، ما نمرقش بالماء البارد. وهذيك شربتنا ما شاء الله قريب الطيب. هيك الجلبانة بعد ما مرقتها وخليتها الطيب زاده، من بعد قلت خليني نحضر ما لازم الطاجين. عملت طاجين وشوربة ومرقة جلبانة وسلطة مشوية كالعادة. وإن شاء الله ربي يديمها علينا نعمة. وإحنا كل يوم رانا برسك نفس الحاجة رانا نعاودوا فيها، ما نذكروا بعضنا، فما شوية حتى تغيير طفيف في الحاجات هذه في الطياب وكل. هوانا نتعلموا من بعضنا، وانتم تنصحوني وتقولوا لي ماكم اخواتي، الله يبارك لكم. ما في باس كي تعطوني نصيحة. محلاكم ومحلى كلامكم، محلى كومنتاراتكم تاع الفيديو اللي فات. والله البنات فرحتوني بالدعاء، فرحتوني بكلامكم الحلو. وهيك الطاجين طاب، قلت خليني نقصه ونحطه في الصحن متاعه. ما شاء الله جاني خفيف. فهمتوا؟ كثرت العظام ونقصت من البطاطا، يجي الطاجين هكاكا خفيف ومنفش. فهمتوا؟ ما شاء الله ما يبداش هكا الرزين. ما شاء الله مازال سخون وني قصيته. فهمتوا؟ هو الحقيقة المفروض نخليه يبرد شوية ومن بعد نقصه، أما أني قلت خليني نرقي الأمور الطاولة، نرغب ماذا بيا قبل ما يذن لذين. قلت نحط كل شيء على الطاولة نتهنى عليه. كما شفتوا البنات المرة اللي فات، الفيديو اللي فات، نصيحة والله من عندي لأخواتي ما فيها شيء، أن عادي إذا كان رجال باش يدخلوا معانا يعاونونا. أنا النبيل البارح ما دخلش معايا، هو مش كل ليلة فهمتوا باش يدخل معايا ولا حاجة، أما كيتواتي ما فيها بأس. إن شاء الله ربي يبارك له في صحته ويرحم أميمته اللي رباته. شوفوا ما شاء الله جاني خفيف الطاجين ما شاء الله. سخون ولا نشد فيه بالسيف. نودكم من شهيكم جاي ما شاء الله رايحة وبنة. وهذه مرقة الجلبانة طابت وحطيتها في صحناتها. حبيت نحط كل زوز في صحن، اني ونبيل مع بعضنا وسرورة واحمد مع بعضهم. ما حبيتش نكثر،
جاب لي جلبانة بزايد قدها الصغار حبباها ودسيتها في الفريجيدير، وهذاك طيبت طريف بركة، فهمتوا؟ ما حبيتش نكثر باش ما تبقاش تتلوح النعمة. وهيك طاولتنا ما شاء الله فيها كل شيء بالنسبة لي، يعني الحمد لله يا ربي. الطاجين، المرقة، مرقة الجلبانة، الشوربة، الدقلة، الليقمي، العصير، الحمد لله يا ربي يديمها علينا نعمة وربي يحفظها من الزوال. وشقينا فطرنا وكل البنات تو باش تشوفوا معايا سهرية مفاجأة من عند أختكم نجاة، باش تتفرجوا معايا وتتفرهدوا. شاركتكم سمعت بها السهرية هذيا باش يعملوها في آخر وقت. ايوه بعثت يا أخي شاف نرحبوا ترحاب خاص بالفنان القدير قريبة خونا نسألوه قال لي يا ماما راه حطوا فيها كراسي وباش يعملوا فيها حفلة. تفضل مرحبا بيك الفنان. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وربي يتقبل صيامكم الناس كل، ونحب نهنيكم بهالفضاء المزيان اللي هو تقريبا هو في العاده بطحه عاديه معناها، لكن هذه قوه الفنانين وقوه الكشافه، انه فبطحه عاديه تولي مسرح وتولي رقح وتولي مكان للفرجه. فيعطيكم الصحه ورب يوفقكم ان شاء الله من نجاح الى نجاح. شكرا. شط السلام فلتفضل. ادور لكم منين استوى اعمل كويس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قلبي مشتاق يا حبايبي، أول تعريف بالكلام وحسن التصنيف بالنظام، أول تعريف بالكلام وحسن التصنيف بالنظام، رب العباد هو ودادي، قلبي مشتاق يا حبايبي، جارت الأشواق يا حبايبي، جارت الأشواق يا حبايبي، جارت الأشواق من حب سيدي، قلبي مشتاق يا حبايبي، لا نرقد نوم بايت نخمم، قلبي مهموم ويا الرب يعلم، لا نرقد نوم بايت نخمم، قلبي طلقك لما حنا لنا كل واحد مشارك بحاجه، واحد جاي بالسلطه المشويه، واحد جاي بالكسره، قلت لها حاطين نشارك معكم بحوايج على الاقل مش كيفها شويه اخي فيها روحي. نحب نحكي لكم شويه الليل على سيدي ابو الباب، شاء الله ولا اله، اللي هو صاحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. الآية هذه نزلت في شخص سيدي بولبابا الله يرضى عليه ويرضيه، ولكن ثم آية أخرى من المبشرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا سيئا وآخر صالحا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. زعما اش عمل سيدي بولبابا باش نزلوا فيها الآيتين؟ هذه حكاية قصتنا الليلة، لكن ماذا بينا نبداها من الأول. سيدي بولبابا كان من الصحابة الأبرار، أسلم وهو في المدينة المنورة وما شاف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من الخمسة الأولانيين اللي أسلموا على يد الصحابي مصعب بن عمير من غير ما يشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا شفناش رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، ولكن آمنا به. سيدي بولبابا نفس الشيء، ومصاب نكونوا كما سيدي بولبابا، رمز الوفاء والصدق. وكان من أكبر المؤمنين بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه جمع 70 راجل وجوز نساء وهبطوا لمكة في موسم الحج تاع الجاهلية باش يقابلوا سيدنا رسول الله ويسلموا على يديه ويبايعوه. وكان من الناس من الأوائل اللي استقبلوا الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة. تذكروا لكن الأنشودة المشهورة أقبل البدر علينا، تعرفوها؟ من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. كان سيدي بولبابا من أول الناس اللي استقبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من أكثر الناس اللي حط الأموال بتاعه وحط قبيلته اللي هي أوس في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان جليس الرسول وكان يحب القدر برشا، وهذاك علاش في غزوة بدر كلكم تفرجتوا في الأفلام تحكي على غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الرسالة. شفت اللي في غزوة بدر رسول الله صلى الله عليه وسلم كلف سيدي بولبابا باش يكون والي على المدينة. سيدي بولبابا حط الرسول صلى الله عليه وسلم والي على المدينة المنورة اللي فيه اختفيه، كانت الناس تقدره، وكان تاجر كبير. ما تعرف في المدينة كان فيها برشا يهود، واليهود هم اللي كانوا شادين التجارة. فكان سيدي بولبابا على خاطر التاجر كبير كانت عنده علاقة كبيرة ياسر باليهود، وكان ثم صداقات في أيام الجاهلية. وتو نجوها المعلومة هذه لأنه عنده علاقة كبيرة بالآية القرآنية اللي ذكرتها في الأول. بعد ما انتصروا المسلمين في غزوة بدر وبعد جت غزوة أحد، لكن ثم غزوة صارت اللي هي واقعة الخندق أو ما تسمى بغزوة الأحزاب. كانوا المسلمين في أشد المحنة والأتعاب لأن المشركين كانوا محاصرينهم. المشكلة الأكبر وين؟ وأنه اليهود وخاصة بنو قريظة اللي عمل معهم سيدي رسول الله اتفاق مكتوب انه لا تخونوه ولا تعينوا عليه عدو. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يخونش اليهود واليهود ما يخونوش الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن وقت المشركين والكفار جو بعشرات الالاف وحاصروا المسلمين وحاصروا المدينه المنوره، اليهود مشى في بالهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم باش يخسر الحرب، فحطوا يديهم في قريش اللي كانت قيادتها ابو سفيان وخانوا الرسول صلى الله عليه وسلم وحاولوا انهم يخسروه في الحرب. ولكن الحمد لله هبت ريح عاصفه من قبل الله سبحانه وتعالى وجنت الكفار. لا اله الا الله وحده نصر عبده وهزم الاحزاب وحده. بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم حب يعاقب بنو قريظه اللي خانوه واللي عانوا عليه عدوه اللي هم قريش. وجاء الامر الرباني انه يقضي على فرسان اليهود بتاع بني قريظه. وقال له لازمك تصلي العصر غاديك في بني قريظه. وتم الامر هكاك. لكن هني سيدي بولبابا وين؟ سيدي بولبابا كلف الرسول صلى الله عليه وسلم انه يطلع البني قريظه في ديارهم العاليه، لانه كانوا يسكنوا في مساكن عاليه، كانوا يسكنوا في هضبه عاليه برشا باش يحموا رواحهم. فانه امر سيدي بولبابا باش يطلع يفوضهم ويخليهم ينزلوا من ديارهم العاليه هذيك، لانه بحكم العلاقه القديمه بين سيدي بولبابا واليهود وخاصه كبار اليهود اللي هم كانوا كبار التجار في المدينه. وسيدي رسول الله باح بالسر لسيدي بولبابا، قال له راني فرسانهم باش نقضي عليهم، والسر هذا لازم يقعد مخبي. ولما طلع سيدي بولبابا المنازل بني قريظه شوفوا الدهاء والخبث والذكاء، يعرفوا حنين، يعرفوا سخوف، بعثوا له الاطفال الصغار بنات بكار يبكوا ويشدوا فيه من دبشه ويستجدوا فيه، ما تخليناش ما تسيبناش للرسول صلى الله عليه وسلم، عاوننا. وفي اللحظه هذيك ممكن سخفوا حن لا خمم لا رزن. بنو قريظه سالوه قالوا له كيف ننزلوا من ديارنا العاليه لمحمد؟ شنو هو العقاب اللي نالوه؟ هنا في لحظه سهو سيدي بولبابا بيده ما نطقش حتى لسانه، هز زيده وحطها في كرومته وعمل هكا.
في اللحظة هذيك هو يحكي يقول قبل ما تنزل ايدي حسيت روحي خنت الله والرسول صلى الله عليه وسلم. ندم شديد الندم. حشم باش يمشي يقابل الرسول صلى الله عليه وسلم، جات مكاد يقابل النبي السادة. هز روحه. سبحان الله. دعوة المؤمن الطيب مجابة. في النهار السابع سيدي رسول الله بعد ما صلى صلاة الفجر في دار أم سلمة أم المؤمنين جاها مستبشر يضحك. قالت له شبيك يا رسول الله؟ قال لها نزلت آية التوبة في أبي لبابة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا سيئا وآخر صالحا عسى أن يتوب الله عليهم إن الله غفور رحيم. قالت له يا رسول الله نمشي نبشره؟ قال لها بري بشريه. مشت بشرته وكانت هي تحب تحله وجوز الصحابه باش يحلوه، لكن قال لها ما يحلني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدي والبابا كانت همته عاليه جدا، كان عالي الهمه، ما حب يحل روحه الا بآية من عند الله سبحانه وتعالى، وما يفكر باطه كان الرسول صلى الله عليه وسلم. وشكون كيف فوزيه يا فرحته يا سعوده يجيه خير البريه يحل يفك قيوده. ان شاء الله يا رب يفك قيودنا الكل. امين يا رب. يا رب تحفظ بلادنا. امين يا رب. يا رب يحفظكم. يا رب اللي كيد لها البلاد هذه ان شاء الله كاده في نحر. يا رب يحفظ كل من يحفظ البلاد هذه. بجاه الرسول واصحابه وسيدي بولباب. امين يا رب العالمين. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفكر باطه، ومن وقتها سيدي بولبابا قال لاني باش نتبرع بفلوسي الكل. قال لا يا ابا لبابه يجزيك الثلث، تعطي الثلث نتاع اموالك فقط. قال لا عاد تحطني لا والي لا تحطني سفير، اني ناذر روح الجهاد في سبيل الله. وشد المسجد ولا من اهل الصفه. اما كيفاش جي القابس؟ هذا هو ما نعرفوهاش هذه هذه هي اللي شادكم بها. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وشد سيدنا أبو بكر الخلافة وبدت الغزوات والفتوحات. كان يخرج مع الصحابة في الغزوات والفتوحات، وبعدها زاد كيف كان يخرج مع سيدنا عمر بن الخطاب. ولكن سيدنا عمر بن الخطاب كان مانع على الصحابة انهم يقعدوا في المكان اللي فتحوه. علاش؟ لأنه باش بعدهم عن الرياء، باش الناس ما تبداش تقدرهم وتكبر في جاههم والناس تولي تتبارك بهم، فانه كان ديما يحب يرجعهم باش يحفظهم. ولكن في عهد سيدنا عثمان كان ما يراش مانع انه الصحابه والفرسان والفاتحين يقعدوا في الاماكن اللي فتحوها. علاش؟ باش يثبتوا الناس على دينهم. وخرج سيدي بولبابا في عهد سيدي عثمان ابن عفان جيل تونس والقابس بالذات في الفتوحات. ولكن في عهد سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه، وفي عمر تقريبا في 80 يتوفى سيدي بولبابا. يتوفى في وادي الغيران في عرام مع تمديد مارث، ودفن في ما كانت تسمى قبل ظهيرة بشار اللي هي السوايدة توا. ان شاء الله ربي يبارك لها بوجود جثمان سيدي بولبابا فيها، وربي يبارك القابس راهي سخونه بصلاحها وسخونه بملاها. وان شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم، وان شاء الله يبارك لنا فيهم وفيكم زادوا في صغاركم. وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وعيدكم مبروك. والحكايه راهي ماهيش حكايه تحكيها كهو، احنا كي نحكوا الحكايات راهو لانه فيها درس فيها عبره. يعني شفتوا كيفاش انه عدم القنوط واليأس، لانه اليأس والقنوط هو من صفه الظالمين والظالمين والكفر. المؤمنين ما يقنطوش من رحمه الله. ثم جفاف بعده يجي المطر، ثم الجوع بعده الناس تاكل. بالتالي واحد ما يأسش من رحمه ربي. بعد البطاله تجي الخدمه، هكا ولا؟ ان شاء الله يا رب. لا يقنط من رحمه الله الا الكافرين الظالمون.
هذا الدرس ناخذوه من سيدي بوبابا، الله يرضى عليه ويرضيه، وان شاء الله عيدكم مبروك. زغريت على شكر. لا تحية أكبر. تحية أكبر. نعطيه صحة على معلومات كبيرة. مشكور أخونا صالح فنان جيبس. باهي تو عندنا مداخلة مع فرقة والفل والورد. وإذا مررت بأسواق مدينتنا العتيقة فرغ سمعك إلى أخبار الأولين. إن الأساطير هنا ليست خيال، ليست حكاية تقال. وإذا خيل لك إن ابن خلدون ينظر إليك من علياء تمثاله فلست تخطئ ما ترى. إن الأساطير هنا ليست خيال، ليست حكاية تقال. وإذا طعمت حلاوة في الماء فذاك معين من حنايا بزغوان. فنحن نقدر من النسرين والورد
نقطر من النسرين والورد ماء. وإذا سبقتك خطاك إلى حمامات أنطونيوس بقرطاجة فقل شعرا: قرطاج يا أم الحضارة، قبلة الأمجاد، سليلة العهد التليد وقبلة القصار، تهي على مر الزمان وغني للأعياد. خضراء سموك العلا، شهدوا لك بالحسن من ستة إلى بغداد. قل شعرا فالشاعر يموت فينا واقفا، زورا أو زيتونة أو راية للعلم.
الله يعطيكم الصحة. شكرا جزيلا لفرقة هيلوية خط السلام انكبس. يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة. الله نورونا في